الفيديو ده يا جماعه مهم جدا بخصوص قانون الاسره، هيهم كل زوج وزوجه وبالاخص الزوجه. في الاونه الاخيره انتشرت فيديوهات كتيره كده لبعض المحامين بيتكلموا فيها عن تعديلات حصلت في قانون الاسره. بناء عليه الناس صدقت الفيديوهات دي واخدتها وبدات تتعامل بالفعل فيها كانها امر واقع وفيديوهات صادقه وتعديلات حصلت بالفعل. من ضمنها انا هذكر اهم حاجتين لان هم بيشغلوا الزوجه والزوج، اللي هي قائمه المنقولات وترتيب الحضانه. في ناس كده كتير بدات تتكلم وتصدق واعتقدت فعلا ان القانون اتطبق، ان قائمه المنقولات مش هتترفع جنحه تاني وان بقت اسره. يعني يقول لك ايه، اصلا القائمه اتلغت. مين اللي قال لك يا عم؟ يقول لك محمود مين ده محامي ده؟ ولا يقول لك لا محمود ابن اختي. طب محمود ابن اختي دوت عرف منين؟ يقول لك اصل انا سمعت فيديو. ويجي يقول لك ايه بقى؟ ترتيب الحضانه لو الزوجه اتجوزت هيبقى الاب هو ترتيبه التاني. يعني جابوه من المركز ال 16 ومش عارف ال 18 خلوه التاني. طب مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده ابراهيم ابن عمتي. طب سمعت منين يا عم ابراهيم الكلام ده؟ يقول لك ده سمعت فيديو. عايز اقول لكم يا جماعه ان لا في حصلت تعديلات ولا في تغيير في قانون الاسره. القانون زي ما هو. الكلام ده حصل من حوالي 3 او 4 سنين، اتكلموا كتير قوي في تعديلات، وكل واحد بدا يقدم مشروع في مجلس الشعب عشان يعدل القانون، وبدات تنتشر في المجتمع المصري ساعتها ان في تعديلات، ومن ساعتها ناموا ولا في حاجه اتعدلت ولا في حاجه حصلت. ورسالتي للساده المحامين يا ريت تبطلوا تنشروا فيديوهات في حاجه ما حصلتش. احنا بنستمد القوانين من جريده الوقائع المصريه بعد ما القانون بيتم اقراره والتوقيع عليه من رئيس الجمهوريه ويتنشر في جريده رسميه. هنا احنا بنعتبره قانون. لكن لو في مناقشات في مداولات في مجلس الشعب ما ينفعش نقولها، لان وارد تتوافق عليها ووارد لا. فيا ريت ما نسبقش الاحداث، ويا ريت يا جماعه انتوا زي ما انتوا ما فيش اي تغيير في قانون الاسره، سواء في الحضانه سواء في القايمه سواء في مش عارف الزوج لو طلق هيدفع 200,000 جنيه هيدفع 400,000 جنيه. ما فيش الكلام ده خالص. لسه ما فيش حاجه حصلت، وفي الغالب ما فيش تعديل هيحصل في قانون الاسره لان قانون شائك شويه. وتحياتي للجميع.